هاي، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هل عمرنا فكرنا وسألنا نفسنا ليه معظم الافكار العظيمة بتبدأ بمشكلة بسيطة؟ تخيل لو في عندك طريقة تقدر تحول بيها اي مشكلة لحل ابداعي من غير ما تكون عبقري مثلا. السر هنا في حاجة اسمها الديزاين ثينكينج، الطريقة اللي غيرت العالم وورتنا ان اي حد ممكن يكون مبتكر لو فكر بطريقة صح. أنا النهاردة هعرفكم إزاي ممكن نستخدم التقنية دي لحل المشاكل اللي بتقابلنا كل يوم بشكل بسيط وعملي ومنظم. جاهزين؟ أوكي. الديزاين ثينكينج دي مش مجرد طريقة، دي رحلة، والرحلة دي مكونة من 5 مراحل. أول مرحلة فيها هي الانفاثايز، إنك تحس بالمشكلة اللي أنت عايز بقى تلاقي لها ديزاين ثينكينج وتحلها. هنا بنسأل الناس ايه اللي مضايقكم مثلا من المشكله وايه اللي محتاجينه. تاني مرحله وهي الديفاين، انك تحدد بقى المشكله بتاعتك، بنلخص الكلام كله وبنطلع بمشكله محدده. تالت مرحله وهي انك تقترح حلول، الايديت، وهنا انت بتفكر بره الصندوق وبتطلع بافكار حتى لو مجنونه. رابع مرحله وهي البروتوتايب، انك تعمل نموذج. بنصمم نموذج هنا مبدئي، بنحل الحاجه اللي اخترناها، بنشوف يعني حلول. وخامس مرحله وهي التست، ان بنشوف راي الناس في النموذج ده، هل فعلا الحل ده فاليد وينفع ولا محتاج تعديل. طيب خلينا نطبق الكلام ده كله ونجيب مشكلة ونحاول نطبق ال5 مراحل ونشوف كده هيكون الكلام ده فاليد ولا لا. نخيل مثلا عندنا مشكلة، ولا نتخيل كل الناس دلوقتي بتتعلم اونلاين، عندنا مشكلة وهي التعليم الاونلاين. عملنا تعليم اونلاين مع انه وليه فوائد كتيرة جدا، الا انه في مشكلة. خلينا نطبق ال5 مراحل. اول حاجة الامفاسايز، اننا نشوف. سألت اصحابي اللي بيذاكروا اونلاين، لقينا ان اكتر حاجة مضايقاهم انهم بيزهقوا بسرعه مع انهم قاعدين مش بيعملوا حاجه بس بيزهقوا. تاني حاجه وهي الديفاين، خلينا نطبق الديفاين ونحدد المشكله بالظبط. المشكله هنا ان المحتوى ممكن يكون ممل والتفاعل طبعا بالتالي قليل. خلينا نشوف حل المشكله ونطبق المرحله الثالثه وهي الايديا. اقترحنا نعمل دروس اونلاين بعمل طريقه الالعاب مثلا زي كاهوت ومسابقات تفاعليه. طيب جبنا الاقتراح، خلينا نعمل بروتوتايب ونموذج كده نطبق فيه ده. فقمنا عملنا ايه؟ عملنا جلسه على جوجل ميت، حطينا فيها شرحنا فيها درس بسيط جدا، وعملنا كويز اونلاين. اوكي، فبقى في تفاعل. عايزين بقى نجرب كل ده ونشوف هينفع ولا لا. هنعمل تيستنج وهنسال الناس، كانت مبسوطه جدا وناخد منهم طبعا فيدباك، وقالوا انهم حبوا الطريقه بس طلبوا يبقى في جوائز كمان. فكده انا قدرت اعرف واحدد ايه اللي ممكن يكون ناقص في الحل اللي انا جبته. طيب الديزاين ثينكينج ساعدني افكر في حلول بشكل مختلف. اللي عجبني فيها انك بتحط نفسك مكان الناس الاول. لو عايز تطلع بافكار ابداعيه تحل بيها مشاكلك الحقيقيه، جرب الديزاين ثينكينج وصدقني مش هتندم. كل مشكله حواليك ليها حل، بس المهم انت بتبص لها ازاي. قولوا لي بقى في الكومنتس ايه اكتر مشكله بتواجهكم في حياتكم اليوميه وممكن تستخدموا ديزاين ثينكينج لحلها. وما تنسوش اننا لازم دايما 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 نفكر ونبتكر ونغير العالم.